خضر، الأمل والحسرة، الانتصار والاندثار، الحاضر والماضي والمستقبل، جميعهم حطوا الرحال في المدينة الحمراء. فالحدث جلل ونتيجته نقطة فاصلة في مسار منتخبين هم الأعرق في المنطقة المغاربية. الأسود أصحاب الدار لملموا الصفوف التي اكتملت بقدوم المحترفين في البطولات الأوروبية، وتحت قيادة القائد البلجيكي إيريك جيريت يواصلون المران ليل نهار بحثا عن خطة تفك دفاعات الجزائر وتمكن رفاق العرب والشماخ من زيارة شباك مبولحي. بعد الخسارة في عنابة أصبح الهاجس الأول للأسود النقاط الثلاث، فبها تنتعش الآمال وبها يتحقق المراد، صدارة المجموعة الرابعة. هدف يصطدم بعراقيل ومتاريس نصبت في طريق الفوز. فقبل أن يلتقي الجمعان جاءت الأنباء بما لا يسر. الحمداوي يعتذر بسبب المرض، والمرض أيضا يقصي القنطاري وبالرابح وكارسيلا وربما كريتيان بصير، وعلى القائمة أيضا بارك بوصوفا. وفي صدور الأنباء أيضا نجم وطني سيغيب بعد خطأ طبي، والحديث هنا عن لاعب النسور راشد السليماني. مناقصات كثيرة إذن تحيط بمعسكر الأسود، وعلى جيريت أن يجد وصفة سحرية تدلل الصعاب أمام منتخب لم يأتي للاستمتاع بعاصمة العالم السياحية، وإنما لخطف نقاط ستمهد الطريق إلى الجابون وغينيا الاستوائية، طريق سيعبدها نجوم ألف التنافس منذ سنوات، وزاروا المونديال والكأس الإفريقية قبل أقل من عام، ولهم من دروس وعبر عنابة ما يكفي لقراءة الأسود عن كثب. الخضر حطوا الرحال بمراكش معززين بنجوم كثر كالعائد كريم مطمور والخبير زياني والمهندس بوزيد، بالإضافة ليبدا والمشية، والقائمة تطول. بن شيخة ب 22 لاعبا حل في عاصمة النخيل قبل 3 أيام من موعد النزال ليدخل في الأجواء ويمنح الانسجام المطلوب لترسانته البشرية الباحثة عن خط صفحة جديدة في تاريخ الدربيات المغاربية المليئة بالتفاصيل المعقدة والممتعة في آن. ربان الخضر وإن استبعد غزال بإرادته وجبور رغما عنه، إلا أنه يملك مفاتيح لاعب تستطيع حسم النزال، قوة ضاربة في الهجوم، وسط حديدي، ودفاع صلب تؤول له ثنائيات وعن جدارة واستحقاق. في المعادلة المغربية الجزائرية حسابات معقدة، ولكن الجماهير الوطنية المتشبعة بحب الوطن والأسود لن ترضى بأقل من الفوز، فهو شعار كل مغربي يبحث عن محاكاة ذكريات الزمن الجميل. فلا يعقل أن يغادر المنتخب التصفية من الباب الضيق، خاصة ومن غاب عن الكان منذ غانا 2008، ولو من الإمكانيات البشرية والتقنية ما يؤهله لقهر الكبار. فهل يعقل أن يعجز بوصوفة والشماخ والعرب وتعرب تنهز الشباك وهم من يروضون نجوم القارة العجوز؟ سؤال محير، والجواب لا محالة في موقعة مراكش. فهل وصل الصوت إلى المسامع؟